فينك يا كابتشينو وفينها ايام فمك، وقفص منجع ويسيب يبقى في هدومك. فول قدرة وقهية بتنجان مع حبة توم ويا ليمون، كانيلوني وبروكلي وشوفان، سوشي وساشيمي وسيمون، مش وقراصية ويميش، خروب يرويك لما تعوز، وكوارع مع فتة وعيش، والفخدة الضاني مع اللوز. يا سلام على طاجن بامية وعليه حتة موزة، صينية بقلاوة ونبلع بكازوزة. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا وحشتوني قوي صراحه، وانا بحبكم وانتوا بتحبوني. النهارده هعمل معاكم الايس كريم. انا رحت للراجل اللي رايحه ان انا اجيب كريم شانتيه من عنده عشان اعمل معاكم الجيلاتي ايس كريم. بعد كده راح قال لي لا، طب انت هتعملي بيه ايه؟ قلت له انا هعمل بيه ايس كريم. قال لي طب ما انا عندي ايس كريم جاهز، بدل ما تجيبي لبن وفانيليا وتحطي، لا انا عندي جاهز. قلت له وبصيت كده قلت له طب يا طبعا يعني هيبقى حلو. قال لي طب جربي المره دي وشوفي، لو عجبك تبقي ايه خدي منه تاني، ما عجبكيش خلاص. قلت له طب خلاص هات نص كيلو اجربه، وانا عجبني خلاص ابقى اعمله. فقلت له طب راح جايب لي نص كيلو. نص كيلو ده ب 30 جنيه يا بنات، من عند التزامات الحلواني اهو، مكتوب عليه حتى اهو ايس كريم ده بالشوكولاته. ماشي، دلوقتي انا هروح اعمله معاكم. اوعوا يا بنات تنسوني في اللايك والاشتراك عشان انا بيكم هكبر يا حبايبي. بصوا يا بنات اهو، العيال قالوا لي يا اعملي لنا ايس كريم يا تيتا، اعملي لنا ايس كريم يا تيتا. قلت لهم والله لا اعمل لكم ايس كريم، بس ما حبيتش اعمله. لا انا حبيت ان انا اصور معاكم عشان ما ابخلش عليكم باي حاجه. كده انا كبيت نص كيلو الايس كريم اهو. كده انا هجيب كوب ميه متلجه، هو قال لي فيه السكر وفيه كل حاجه. ماشي، هحط معاكم كوبايتين ميه ساقعه متلجه، لازم تكون يا بنات من الفريزر. بصوا كده ادي كوبايه اهي، وبعد كده لو احتجت تاني هكب برضه تاني. هو قال لي هو ياخد كوبايتين ميه معاكي، قلت له ماشي. نخلي المضرب على اتجاه واحد بس عشان ما يعملش معانا لان هو عامل زي الدقيق، لغايه لما يتطعم معانا كده. وبعد كده ان احنا هنرجع عليه كله. بصوا يا بنات اهو زي كده. مش هنحط الكوبايتين ميه كلهم، هنحطهم بالتدريج. تضربي فيه جامد كده بالمضرب. بصوا قوامه. هنحط حبه تاني من الميه وارجع لكم. بصوا يا بنات انا حطيت حبه تاني اهو، لازم تحطي حبه حبه طول ما المضرب شغال، تحطي حبه حبه، يعني انت ما تكبيش الميه كلها لا كده، ولا احنا حطينا له سكر ولا حطينا له اي حاجه. زي ما جبته انا عملته سهل خالص وبسيط يا بنات. بصوا جميل ازاي، وكل ماله ما بيزيد معايا حقيقي كلامه صح. بصوا يا بنات اهو كده،
بصوا يا بنات كده، ولا كلفني لبن وكلفني اي حاجه، وسهل خالص وما تعبتش في اي حاجه. بس انا برضو تاني في جيلاتي تاني ان انا هوريه لكم الاقتصادي، برضو هو ده اقتصادي، والتاني اللي انا هعمله لكم بعد كده ده اقتصادي تاني، ماشي، في فيديو تاني. انا حبيت ان انا اوريكم اللي هو قال عليه. صدقوني انا اول مره اجيبه، بس انا قلت ايه اسمع كلامه واجي واجرب واشرب. لازم يا بنات تضربوا فيه جامد. الايسكريم بيحب ايه؟ بصوا يا بنات اهو. شايفين كده الجيلاتي عامل ازاي؟ هو جميل. بصوا سهل خالص يا بنات. يعني انت يا دوبك انت هتجيبيه من عند الحلواني وهتحطي له بس ميه ساقعه وخلاص، لان احنا هنجيب الجيلاتي من بره من محلات غاليه بنات. كل ما بتضربي فيه كل ما القوام بتاعه بيتقل. بصوا يا بنات، يعني تحس ان هو، بصوا يا بنات احنا بنحط الميه بالتدريج تاني اهو. هو كده هيبقى ميه تاني. بصوا عمال يزيد ازاي معايا. انتوا شفتوهم كانوا حبه كريم قد ايه. بصوا يا بنات كده اهو. هحط معاكم حبه ميه تاني. ايد شغاله بالمضرب وايد ايه عماله تحط الميه. اهم حاجه ان انت تكون ميه ساقعه خالص فيها تلج. شايفين القوام بتاعه دي يا بنات؟ ايه الحلاوه دي. بصوا يا بنات الجيلاتي هو عنده حق الصراحه، ولا انا كلفت لبن ولا اي حاجه. بصوا يا بنات احنا لو هنجيبه هنعمله في 5 دقايق. شايفين ملا معايا البوله ازاي؟ وكل ما بتضربيه بيتقل. برضه انا هعمل لكم الجيلاتي التاني. بصوا حبايبي اهو. بصوا كده، بصوا حبايبي ده من نص كيلو كريم شانتيه. بصوا ملا البوله ازاي كده. انا خلصت معاكم ضرب الكريم اهو، الشانتيه الجيلاتي كده. ده مهمته خلاص كده انتهت. ده كده نص كيلو يا اولاد. بصوا عمل، بص ملا البوله قد ايه، وبصوا قوامه عامل ازاي. اوعى حد لا يقول خفيف. بصوا يا بنات اهو، شايفين القوام بتاعه اهو. كده احنا هنروح نعبيهم
في حاجات ان هم يسقعوا لازم يقعدوا 4 ساعات 5 ساعات في الفريزر، وارجع لكم تاني اعبي معاكم واوريه لكم. بصوا معايا، انا معايا البولتين الحلوين دولت، دي بوله ودي التانيه اهي، بصوا شكلهم جميل ازاي. انا هعبي من الايس كريم اهو، دي اول واحده اتملت، هروح نعبي التانيه. بصوا يا بنات عملوا لي صحيح رايي كلامه. بصوا يا بنات انا كلفني ايه ده؟ كلفني 30 جنيه بس. بصوا يا حبايبي اهو، جيلاتي سهل خالص وبسيط واقتصادي، وهنعمله لاولادنا على طول. بصوا يا حبايبي اهو، عبالي بولتين على الاخر يعني. بصوا ب 30 جنيه، يعني احنا لو رحنا جبنا علبه صغننه من محل لاولادنا، طبعا احنا مش هنجيب علبه واحده، هنجيب لكل الموجودين كده، كل الموجودين هياكلوا. بصوا يا حبايبي عامل ازاي اهو. هروح احطه في التلاجة وارجع لكم. بصوا يا بنات انا رجعت لكم اهو بعد الجيلاتي ما جمد. هو ما جمدش قوي بس انا جبت لكم عشان الفيديو اخلصه. دي معايا بولات انا جايباها الواحده ب10 جنيه. دي ممكن نحط فيها على كده بالوضع ده بالكوبايه دي، يعني لو عندنا ناس كتيره يعني وعايزين الكميه تكفي هنحط كده اهو. احنا ما عندي يعني ناس قليل، يعني عندنا قلنا كام واحد قليلين، احنا هنحط في دي. عندنا 2 اهم، بصوا واحده اهي، دي احنا ممكن نحط فيها على كده، وممكن نحط دي عشان الجيلاتي معانا يقضي اهي. ماشي، دي انا جايبه الواحده ب10 جنيه بمعلقتها. بص المعلقه اهي، دي بمعلقتها يا حبايبي اهي، دي ب10 جنيه بتتباع عند بتاعت الادوات المنزليه. ماشي، دلوقتي انا بجيب معاكم بصوا البسكويت ده بسكويت بتاع الجيلاتي، انا جايبه 18 واحده، الكيس دوت كله ده على بعضه ب15 جنيه. شايفين الكيس اهو، بصوا دوت فيه 18 واحده. ماشي، دلوقتي انا هجيب، احنا بنشتري جيلاتي الكيمو كومو بيبقى فيه ايه، شوكولاته من تحت. احنا هنهيئ روحنا ان احنا بناكل ايه، كيمو كومو. ماشي، هنحط شوكولاته من تحت اهي، شايفين اهي، هنحط حبه كده يا حبايبي، وهنحط حبه تاني هنا كده كده. احنا بنعمل كومو كومو. ماشي اهي، وطبعا الاختيار انت عاوزاه مش عاوزاه خلاص كده. انا هجيب معاكم الجيلاتي، ما رضيتش اطلع الجيلاتي دلوقتي، قلت عشان ايه ما يسحش معايا. هروح اجيب معاكم الجيلاتي وارجع لكم. دي الجيلاتي اللي انا عملته اهو معاكم بصوا حبايبي، ده الجيلاتي اللي انا عملته معاكم، ده كده جمد بس ايه يعني مش قوي، بس هو ايه جمد. ماشي، دلوقتي انا هروح اقطعه معاكم في بوله تاني. اختي دي هو ده مش نص كيلو، انا عامله 2 بس، انا ما رضيتش اطلعهم الاتنين عشان ما يفكوش الجو حر، طلعت واحده واحده. نركن حاجتنا كده وهقطع معاكم الجيلاتي. اجيب، بصوا يا حبايبي دي معلقه الجيلاتي اهي، هقطع بيها. الجيلاتي لسه سايح ومش، بصوا يا حبايبي كده اهو، هنحط كأننا ايه بنعمل كومو كومو. بصوا يا حبايبي اهو، بصوا ايه رأيكم؟ بصوا يا بنات، احنا هنملاها بقى بزمن لان دي بتاعتنا احنا اللي هناكلها. بصوا يا بنات اهي، دي جيلاتايه، انا هعبي معاكم بقى ايه البولات اللي هي الكوبايات دي. بصوا يا حبايبي اهو، نحط كده، هي سايحه شويه الجيلاتي لان لسه ما جمدش. بصوا انا حبيت ان انا اخلص معاكم الفيديو.
كده. طب انا هروح اعبيهم كلهم وارجع لكم. كده احنا هنعمل ده البسكويت ده. عايزه تعمليه بسوداني اعمليه، دي اختيارك انت، ماشي. بس يا حبايبي هو عشان الجو حر الجيلاتي اول ما بيطلع عاوز ايه يتاكل بسرعه. بصوا كده، بصوا الجيلاتايه، ايه رايكم؟ بصوا يا حبايبي اهو. عايزه انت برضو تحطي على دوت سوداني حطي، مش عاوزه براحتك. احنا هنحط عليه شويه شوكولاته برضو عشان كم فوق، برضو هنحط عليه ايه شويه شوكولاته. بصوا يا حبايبي اوعوا يا بنات تنسوني في اللايك والاشتراك عشان انا بيكم هكبر يا حبايبي. انا بعمل لكم كل حاجه حلوه اهي. بصوا يا بنات ادي الواحده التانيه اهي، عايزه 150,000 لايك وعاوزه اشتراكات يا حبايبي. بصوا هنحط كده الشوكولاته بقى من فوق عشان ايه تدينا شكل حلو. بصوا زي اللي بنشتريها من بره يعني احنا. بصوا يا بنات اهي، بصوا يا حبايبي كده انا قدمت معاكم الجيلاتي النهارده الايس كريم اهو. انتوا شايفين اللي في الكاسات، بصوا جميل ازاي يا بنات اهو. اوعوا يا بنات تنسوني في اللايك والاشتراك، عايزه 150,000 لايك. اكلات الست نجوى هتعمل لكم احسن الاكلات واحسن الحلويات. وشكرا لكم يا حبايبي، شكرا.